مرحبا بكم جميعا في ثقافات ميديا الجزائر. كولتور ميديا الجيري. اليوم أخصص هذا البورتري لسليمان بن عيسى، الكاتب المسرحي والروائي والراوي، الرجل ذو الضحكة التي تشبه البركان، الذي ترك بصمته على المسرح الجزائري من بوعلام زيد القدام إلى بابور غرخ، ومن جولاته في الجزائر إلى خشبة المسرح الأوروبية. جعل سليمان من الضحك سلاحا، ومن السخرية علاجا، ومن المسرح فضاء للمقاومة. واليوم يحلم بكتابة وإخراج ملحمة كبرى عن الأمير عبد القادر، رمز عالمي للحرية والكرامة. سليمان بن عيسى لا يتوقف عن الضحك والمزاح، يضحك من كل شيء. يرتدي سترته الشنغاي على كتفه، يروي النكت والطرائف بلا نهاية، ويظهر معرفة مدهشة بالنباتات، كأنه طبيب افتراضي يبحث عن مرضى. هو رياضي، ماثيماتيسيان في الأساس، يعتبر نفسه ابن جميع الثقافات في العالم، وقد اكتشف الفنون في سن مبكر، حيث تلقى البراءة بالرغبة في الوجود. والدته المرأة الحكيمة المريحة ورثته هذه القوة وذلك الابتسام الذي لا يزول. يصف نفسه بأنه رجل قصب أمازيغي، فخور بذلك. والجملة الختامية في بابور غرق تبدو وكأنها جزء من جلده. كان من رواد المسرح والثقافة تياتر كولتور، التي كانت تنشط في نهاية الستينات، وكانت مساندة من طرف مثقفين كثيرين في ذلك الوقت. ونجح في تأسيس أول فرقة خاصة بعد فرقة المسرح الشعبي لحسن الحسني، تعمل شبه سر. دورته المسرحية بوعلام زيد القدام، يوم الجمعة خرج الأيام، المحجور، وبابور غرق شكلت الفضاء المؤسس لتجربة لا تنتهي. كان سليمان يلعب في كل مكان، سكنات، المستودعات، الساحات العامة والمسارح. وكان في ذلك الوقت في ذلك الوقت كانت الشركات التكنات وغير ذلك مفتوحة للتكنات، والمستودعات العامة وغير ذلك كانت مفتوحة للمسرح وللسينما، وكانت داخلها لجان للنشاطات الثقافية التي تنظم وكذلك توزع أعمال داخل الشركات، داخل المؤسسات وغير ذلك، وحتى في كما قلت في المستودعات. يروي بشغف بدايته في المسرح والثقافة. لقاءاته مع كاتب ياسين وتجارب الكتابة الجماعية بلغة الشعب. وقلت إن
المسرح والثقافة هي فرقة مهمة جدا في مسار كثير من مسرحيين كثيرين، ومنهم سليمان بن عيسى. وكانت هذه الفرقة قد أخرجت عدة مسرحيات قبل أن تزول. إذن سليمان بن عيسى يحب التحدث عن أعماله، عن لقاءاته مع كاتب ياسين، عن تجارب الكتابة الجماعية بلغة الشعب. كانت مسرحيته المبنية غالبا بوسائل بسيطة تعتمد على قوة النص وأداء الممثلين، وكان له ممثلين أعتبرهم كبار مثل سيد أحمد أقومي مثلا. أنا أعتبره من أكبر الممثلين في المغرب. كذلك عمر إذن وطاجير وآخرين كانوا يلعبوا في مسرحية سليمان بن عيسى. منذ استقراره في فرنسا عام 1993، أو بالأحرى كان هو يعيش ما بين البلدين، ما بين فرنسا والجزائر، فهو يقضي أكثر وقته في الجزائر. وصل عمله في الخارج وفي الجزائر، فنشر مسرحيته مثل ما وراء الحجاب، مجلس التأديب، مذكرات على الهامش، وروايات مثل أبناء المرارة، صمت الجرف، غضب الصمت. أعماله الصادرة عن دار لونسمان أو بلون تشهد عن حيويته والتزامه. ضحكته بركان، سخرية لاذعة، وشغفه بالكلمات جعلت منه فنانا فريدا يحب أن يكرر: السخرية علاج، يجب أن يصفها الأطباء. واليوم يحمل سليمان مشروعا طموحا: كتابة وإخراج ملحمة عن الأمير عبد القادر. بالنسبة له، عبد القادر يجسد رمزا عالميا للمقاومة والروحانية والإنسانية. هذا المشروع هو وسيلة لربط الذاكرة وبما يسمى الحداثة، وللتأكيد أن الثقافة سلاح ضد النسيان والهيمنة. إعادة عرض بوعلام سيد القدام وأبو الغرق في السنوات الأخيرة أكدت القوة الخالدة لهذه الأعمال. يعيش سليمان دائما بين ضفتين الجزائر وأوروبا، ويواصل الدفاع عن مسرح يخاطب الناس بلغتهم ويطرح السياسة دون أن يحبس فيها. سليمان بن عيسى أكثر من مجرد رجل مسرح، إنه ناقل للذاكرة. مسرحيته وروايته، ضحاكته وغضبه تحكي الجزائر. لم يتوقف أبدا عن الإيمان بأن المسرح سياسي، لكنه يجب أن يبقى قبل كل شيء عملا فنيا ولغويا، ويستشهد بالأعمال الإغريقية لأوريبيد، سوفوكل، وإيشيل.
حلمه بإخراج الأمير عبد القادر أو بإخراج مسرحية الأمير عبد القادر هو تذكير بأن الثقافة مقاومة، ذاكرة حية، وسلاح ضد النسيان. علينا ألا ننسى، وهذا ما يقوله سليمان بن عيسى في أعماله المسرحية. شكرا لمتابعتكم ثقافات ميديا الجزائر، كولتور ميديا الجيري. اشتركوا، شاركوا، وواصلوا معنا استكشاف هذه الشخصيات التي تجعل من الثقافة قوة مقاومة. فمع سليمان بن عيسى الضحك بركان، المسرح سلاح، والذاكرة تبقى حية. علينا أن نتحاور حول كل هذه المسائل، أن نتحاور حول السينما، حول المسرح، حول الأدب، حول الفنون التشكيلية، حول الموسيقى باحترام، وكذلك بمسافة نقدية، بفكر نقدي. وهذا مهم جدا لكي نبني بلادنا، لكي نعطي للثقافة مكانتها. علينا أن نتحاور، وأنا أنتظر تعليقاتكم، إنها مهمة لنا، لكن تعليقات تكون كما قلت لها مسافة نقدية وقوة. وشكرا أصدقائي، وإلى اللقاء، إلى مرة أخرى ومرة أخرى. شكرا شكرا شكرا.